السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حارة جنيدة بالعيون القديمة نلتقي بكم ونأخذكم معنا في هذه الجولة التي نتعرف فيها على حارة جنيدة، وهي من أشهر وأقدم حارات العيون القديمة، ونعرفكم على مسجدها وعين مياهها وبعض ملامح ماضيها وأعلامها. نعلم أننا لن نحيط بكل ما يتعلق بها، ولكننا حاولنا أن نبحث عن المعلومة المفيدة أن نقدمها لكم، نأمل أن يحوز التقرير على رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حارة جنيدة يسكن 3 من أشهر استادية البناء الشعبي التقليدي الطين في العيون، وصادف أنهم من أسرة واحدة، وهم يوسف بن حمد الدولة، وسالم بن علي الدولة، وسعد بن سعود الدولة، رحمهم الله جميعا. وأيضا تصدى للتعليم وحفظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة في هذه الحارة المطوع يوسف بن حمد الدولة، فكان يعلم الأطفال القراءة والكتابة ويحفظهم القرآن الكريم في منزله. وسجلت ذاكرة الأحداث في بلدة العيون القديمة حادثة حدثت في حي جنيدة، وهي سقوط أسقف أحد غرف المنازل بالحارة، وتسبب هذا السقوط بموت رجل وزوجته رحمهم الله جميعا، وأبدلهم الله دارا خيرا من داره. وفي جنيدة يوجد المخبز الشعبي، حيث استأجر رجل من خارج العيون منزل سعد قناص القناص يرحمه الله ليكون مخبزا وسكنا له ولوالدته مريم السماح التي كانت تساعده في إعداد الخبز، رحمهم الله جميعا. قبل إنشاء مسجد جنيدة الحالي كان جامع الديرة يسمى بجامع جنيدة. أما المسجد الحالي فبدايته أن قامت المرأة الكريمة هيا بنت محمد الماضي زوجة محمد بن عيد العيد، وهم صالح وناصر وأضحى ونباتة ومنيرة ونورة رحمهم الله جميعا، بوقف نصيبها من ورث أبيها لبناء مسجد عليه، فكان مسجد جنيدة. وقد مر على بناء هذا المسجد عدة مراحل، حيث كان مبني من جريد النخل ثم بالطين والحجارة أساسه، ومسقوف بجذوع النخيل، ثم بني بناء عربيا، وأخيرا بني مسلحا بالإسمنت. ويعد مسجد جنيدة رابع مساجد بلدة العيون القديمة من حيث التأسيس بعد الجامع ومسجد عين ريس والمسجد الجنوبي. وفي فترة بناء المسجد بالطين كان المسجد يتكون من ساحة بيت الصلاة صفين، وساحة خارجية تقام فيها الصلوات في الليل وحسب الأحوال الجوية. ومن الأئمة الذين تولوا الصلاة في مسجد جنيدة صالح بن محمد الرحيمان رحمه الله، وهو المعروف بمخسر، ثم خلفه ابنه راشد ابن صالح بن محمد الرحيمان رحمه الله، ثم سعد بن صالح ابن سالم الكليب رحمه الله.
ومن المؤذنون الذين رفعوا الأذان في المسجد خليفة بن عبد الله بن عيسى العويس رحمه الله، يوسف بن أحمد المجيبل عم أحمد بن عبد الله المجيبل رحمهم الله جميعا، ثم صالح سالم حسن الكليب رحمه الله. فكان صالح يرفع الأذان وابنه سعد يصلي بالناس في مسجد جنيدة. ومما يذكره بعض الآباء أنهم شاهدوا يوسف المجيبل يصعد إلى سطح المسجد لرفع الأذان بواسطة درج طيني على جانب المسجد، ويحمل بيده سراج ليضيء لنفسه الطريق عند الصعود. عين جنيدة. تقع العين في وسط بلدة العيون القديمة، تحديدا جنوب غرب جدار جامع الديرة، وهي عين مطوية بالحجارة، والمياه ترتفع بشكل طبيعي لتجتمع في حوض مبني من الحجارة يرتفع 2 متر وعرضه 3 أمتار، ثم تنطلق المياه من هذا الحوض جنوبا في مجرى طوله 46 متر، 46 متر يحاذي جدران المنازل الغربية، لتجتمع المياه مرة أخرى في جابية بركة مقابل محراب المسجد اليوم، ويرتفع جدار هذه الجابية عن الأرض حوالي 1.5 متر. أما عرض هذه الجابية فهي 3 أمتار، ومن الجابية تخرج المياه في مسارين، مسار جنوبي ومسار شرقي. فالمجرى الجنوبي يحاذي المنازل وينتهي بسقيا مزارع إسرة الجمال. أما المجرى الشرقي فيحاذي منازل إسرة الماضي وينتهي بري مزارعهم. وقد ورد ذكر المجرى الجنوبي لعين جنيدة والذي يخرج من الجابية اتجاه الجنوب في أحد الصكوك والوثائق، فقد جاء ما نصه شرقا الطريق فاصلا بينهما مجرى عين الجنيدة. ومرت عين الجنيدة بمراحل عديدة أصابها في بعضها الإهمال حتى تراكمت الأوساخ داخل العين، فبادر سعود بن عبد العزيز المسلم الحربي رحمه الله بدعوة الأهالي لتنظيف العين، وحدد اليوم وحثهم بضرورة الحضور وعدم التخلف، فحضروا وقاموا بتنظيف العين. ومع ظهور عيون مياه جديدة في العيون أكثر إنتاجا للمياه وأنقى من عين جنيدة، هجر الأهالي عين جنيدة وعاد الإهمال إليها حتى أصبحت عديمة الجدوى. وفي عام 1398 هجرية وجه رئيس بلدية العيون آنذاك الأستاذ سعد بن عبد الله الوحيمد بدفن العين لتوسعة الطريق وتحسين الموقع، فوجودها لا يفيد بشيء بل بالعكس يعيق الطريق. ودفنت عين جنيدة. وأخيرا وصلنا إلى نهاية هذا التقرير. حاولنا أن نقدم مادة تغطي أبرز جوانب حارة جنيدة، وأن نبحث عن المعلومة الصحيحة المفيدة. ونحن نعلم أن القصور واقع لا محالة، ومثلكم يعذر
السلام عليكم.